الجيزي حتى تاريخه. طيب وما أستاذة زالت نجوى، المستشفى تمارس بدليل انها بتستقبل حالات الحميات. تمام، انا هرجع لموضوع الطلبات الحبشيه، نرجع بس احنا لها. معانا على التليفون الاستاذ محمد حسن خليل، منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. هو في الحقيقه في كذا ملاحظه تتقال. بالنسبه لقرار اغلاق 70 مستشفى حميات اللي اتعملوا السنه اللي فاتت، القرار اتبنى على نسبه الاشغال، ومن المعروف ان نسبه الاشغال منخفضه في كل المستشفيات الحكوميه، لكن يا ترى نسبه الاشغال منخفضه علشان خاطر ان مفيش امراض، ولا نسبه الاشغال منخفضه عشان مفيش امكانيات؟ سؤال بليغ يا دكتور محمد. نعم، سؤال في محله. اللي في الحقيقه المشكله الاساسيه يعني في سياسه وزاره الصحه انها بتقول ان انخفاض نسبه الاشغال نخلينا نقفلها لان احنا بنسعى للجوده. افتقاد الجوده لان كل المستشفيات وزاره الصحه بتعاني من ان كل اطبائها وتمريضها وعاملينها تحت خط الفقر. الاتحاد العمال بيقول 650 جنيه في الشهر، فبالتالي مفيش انتظام في العمل. الحاجة التانية ان مستلزماتها منخفضة وميزانية تشغيلها منخفضة، واحنا عارفين ان ميزانية الصحة في مصر في اخر ميزانية 3.2% من الانفاق الحكومي، بينما ان مصر نفسها اللي ماضية على مقررات قمة الألفية اللي بتطالب انها تبقى 15% على الاقل. يعني احنا بنصرف خمس ما يجب ان نصرفه، وده سبب تدهور المستشفيات. طيب دي الملحوظة الأولى. المستشفيات فانخفضت نسبة الإشغال، نقوم نقول المستشفيات نسبة إشغالها منخفضة فنقفلها ونبيعها. تمام دكتور محمد، النقطة دي وضحت تماما، واعتقد ان احنا محتاجين نناقشها في حلقة منفصلة، لكن حضرتك قلت ان في 3 ملحوظات حضرتك عايز تتفضل بيها. الملحوظة الثانية اللي هي ان طبعا من المعروف في علم الوبائيات الإكلينيكية ان في حاجة اسمها نظام الترصد الوبائي، بمعنى ان احنا عارفين ان التيفود وغير التيفود وكل الحميات موجودة، لكن لو حصل ان في فترة قصيرة وفي مكان واحد ارتفع بشدة نسبة الإصابة بأحد الحميات، يبقى لازم يبقى فيه سبب وبائي. وحتى الكلام اللي اتنشر في الأهرام ان وزارة الصحة التفتت ازاي ودورت ازاي ولقت ان في القرية دي اختلاط مية الصحة بمية المجاري، بانها المستشفيات الحميات اللي بتقوم بالترصد الوبائي وبتبلغ ان في زيادة ضخمة في عدد المرضى بالتيفود خلال اسبوع، ده يعتبر زيادة ضخمة، مش لان 50 او 60 او 70 عدد ضخم، انما لما 50 او 60 او 70 يظهروا خلال فترة اسبوع او شهر في مكان واحد، يبقى لا يمكن ده يبقى معدل العدوى العادي، لابد ان في سبب. احنا مش شغلتنا ان احنا نزوق الواقع او نجمله او كده، احنا شغلتنا ان احنا نعرف المشكلة عشان نقدر نحلها. فالمشكلة ان لما ظهر دوت لازم يبقى في سبب. احنا دايما ننبه لنقطة خطيرة جدا، وزارة الصحة مش هي اللي مسؤولة الوحيدة ولا حتى الأولى عن الصحة، لأن في عندنا حاجة اسمها المحددات الاجتماعية للصحة اللي هي السكن والأكل والشرب، المياه النقية، التغذية السليمة، إلخ إلخ إلخ. مفهوم يا دكتور. وزارة الصحة مسؤوليتها عن العلاج، إذا الوزارة في الحتة دي عملت دورها. طيب الملحوظة الثالثة وقالت في زيادة، يبقى إذا في مشكلة، المشكلة دي بقى تحلها المرافق. هو احنا بنحاول نبحث دلوقتي المشكلة جاية منين بالظبط. الملحوظة الثالثة يا دكتور أرجوكوا باختصار شديد. الملحوظة الثالثة وباختصار شديد هي ان يعني احنا هنبقى مجتمع كويس يوم ما نقدر نواجه مشاكلنا، نقول ان دي عايزة ان وزارة الاسكان والمقاولات تراجع المقاولات والاستلام من المقاولين بتاع الصرف الصحي والمية اللي دي فيها حياة الناس، زي ما شفنا ممكن تصيب ناس بحمية او تموت ناس. يبقى ده مشكلة نحطها في دماغنا ان احنا نعالجها. لما نقول ان مشكلتنا ان احنا لما نيجي في عامل اوبئة نقلل الانفاق على الصحة بدل ما نزوده، يبقى نعالجها ونقول الانفاق على الصحة على الاقل. اعتقد انها اولى من ان احنا لما نلاقي ازمة مالية دعمنا المصدرين. الملاحظات الثلاثة واضحين جدا واشكرك عليهم شكرا جزيلا. دكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بشكرك شكرا جزيلا. استاذة نجوى، يعني طيب خلينا نطرح السؤال اللي طرحه دكتور محمد. هل المشكلة
في شبكة المياه، هل المسؤولية بتقع على عاتق وزارة الصحة؟ طيب المشكلة في تصميم على ان المشكلة في الطرمبات الحبشية. طب الاهالي بتقول احنا بنستخدم الطرمبات دي بقالنا سنين وعمرنا ما اصبنا لا بالتيفود ولا بغير التيفود. ايه الجديد؟ ايه اللي اتغير؟ الجديد يا أستاذة، الأول أنا عايزة أقول لك أولا العملية بتاعت إنتاج المية دي بتتم إزاي؟ أنت بتنتجي المية مش بتنتجيها وتسكتي، لا، ده إحنا عندنا مواعيد محددة لغسيل الشبكات والخزانات. عندنا أخذ عينات دورية من وزارة الصحة للمياه. الترصد اللي قال عليه الدكتور محمد في مكالمته، ما احنا ترصدنا ان في دخول اكتر من حالة بتعاني من اشتباه بالتيفود، وبدأنا نتحرك كلنا من 10 ايام. ما احنا مش النهارده بقالنا 3-4 ايام بنتكلم، بس احنا بدأنا من 10 ايام. طب لكن قبل ال10 ايام يعني الاهالي بتوع القرية دول بيستخدموا الطرمبات دي من كام سنة يا ما استاذ؟ انا هقول لحضرتك، ما احنا اتفقنا ان في تسريب في الشبكة اللي هم عاملينها وبيستخدموا الشبكة دي. بتصرف فين؟ ما هو في باطن الأرض. هو عامل ترمبته الحبشية فين؟ ما هو بدليل ان المنطقة اللي فيها الحالات هي في ال4 مربعات بيشملوا حوالي 1200 شخص موجودين، هم اللي عاملين الشبكة. الباقي بيعتمد على الترانشات. الترومبة الحبشية دي، ويمكن الدكتور محمد يمكن سمعنا، الترومبة الحبشية دي لما بيدقها المواطن بيدقها على أعماق قريبة جدا، 10 متر. أول ما يجيله مية يقول لك جات لي المية. لما يحصل تسرب في ماسورة لا تتابعها الوحدة المحلية ولا تعلم فيها انسداد، لأنه هو عاملها بطريقة عشوائية، مفيش مطبق لو انسدت يبان، لو في كسر هيبان، والكسر شغال في طبقات الأرض، والمية الماسورة بتاعته اللي دقيقها وموصلها على شبكة المية بموتور مية في بيته، بتسحب المية اللي هي مش نظيفة. مكان لابد ان تكون نتيجة كده. انت عارفة حضرتك ان احنا حصرنا 200 طرمبة وماسورة داخل البيوت. ولما المشكلة الحقيقية كمان ان اهالي القرية بيعتمدوا على عندهم معالف ومنتجين اللي عندهم انتاج يعني المعالف، عارفه المعالف حيواني، يعني انتاج حيواني. فبيستخدم الترمبة الحبشية في ان هو يوفر المية الشرب للمواشي بتاعته. طيب استاذ سامي، اذا الطرمبات دي بالخطورة دي ليه ما ابتديناش نصدر قرارات ونحاول نزعها الا لما حصلت الكارثة؟ بص يا استاذ، احنا عندنا حاجة، احنا ما بنتحركش غير اما المصيبة بتقع. يعني احنا كده اتعودنا مصيبة تقع نبدأ نتحرك. لكن هي فعلا زي الاستاذ نجوى بتقول، البلد عايمة على بحيرة صرف صحي. الناس عاملة صرف بمزاجها، شبكة صرف اتعملت كده حاجة عشوائية. طب ازاي وصلت الشبكة للمرحلة دي، الشبكة الأهلية العشوائية دي بدون أي التسريب بيتم؟ انت حضرتك عارفة الشبكة دي من سنة كام؟ بدون أي سيطرة على الأهالي. يعني أكيد المشروع ده وصل لمراحل يا أستاذة ريم، ده اللي بقول لك أين الدولة؟ هنا قوة الدولة، هنا قوة الدولة تبدأ عندها. أنا بقول لحضرتك ممكن الفلاح ده هو اللي بيبني زي ما قلت للأستاذة كده، أنت وواحد يبني الدور الرابع، لأن لو سيبته ممكن يوقع البيت كله. هم الناس عملوا خلاص شبكة مياه عشوائية كده خدت وقت قد ايه؟ خلي بالك ده من سنين، من سنة 80، من سنين حضرتك. طبعا المياه العشوائية دي يا استاذ ريم من 10 ايام. لا ما انا هقول لسيادتك بس على حاجة. المياه العشوائية ديت خلاص مشيت، يعني تغلغلت تحت المباني. حضرتك بيجي يدق طرمبة عشان يجيب مية، الطرمبة بتجيب منين؟ بتجيب من المياه دي اصلا. يعني تجيب الميه دي. وبعدين المشكله الفلاح يقول لي كده الميه طعمها جميل. هو يقول لك الميه طعمها حلو وهو بيشرب سم. صح، بيشرب سم. وايه جمال طعمها؟ جمال طعمها مش يا استاذه، الميه بتبقى يعني جايه كده من تحت ساقعه. انت حضرتك الميه الاساس المفروض الميه ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحه. هو يعني انا بقول لحضرتك دي مصيبه كبرى، مصيبه كبرى احنا فيها. احنا انشغلنا في توفير المياه
ولم يشغلنا صرف المياه اللي بنستخدمها. وده احنا في محافظة القليوبية. مين احنا يا استاذه؟ احنا مصر. لا احنا فعلا